مساء الفل عليكم يا شباب. نبدا بقى الحلقه الجديده من الكورس اللي هي رقم 1 2 3 4 الحلقه الرابعه من الكورس بتاع برنامج افينيتي. مبسوط قوي بالكومنتات الحلوه اللي انتم كتبتوها على الحلقه الاخيره اللي هي دي، واتمنى تكونوا استفدتوا منها. واكتر بقى الكومنتات اللي جات لي انهم عايزين يعملوا تصميم. باذن الله النهارده هنشرح قائمه اللاير افكت، وهنعمل في اخر الشرح تصميم بسيط. يلا بينا بقى نفتح مقاس، نيجي فايل نيو. هنا بقى تقدر تسميه اي حاجه، اسم الفايل بتاعك كده قشطه مفيش مشكله. انا اسميه 1. نختار بقى بيكسل، نختار مثلا مقاس 1000 في 1000 مش هيفرق. هنا خلفيه شفافه زي ما عرفتك، هنا هنتحكم فيها من جوه. بعد كده تضغط على كرييت دوكيمنت زي الفل، هيفتح بقى معاك المقاس. ولو ما شفتش بقى الحلقات اللي عشان نظبط البرنامج بالواجهه دي، ارجع شوف الحلقات اللي قبل كده. نبدا بقى على القائمه اللي هي لاير افكت. اي حاجه عايز تعرف اسمها اقف عليها شويه هتلاقيه يطلع لك اسم الحاجه دي بتاعت ايه. دي اللي بتعمل ستروك ودروب شادو والحاجات اللي انت بتشوفها على طول في الفوتوشوب. تعالى مثلا نكتب اي كلمه دلوقتي عشان نطبق عليها كل الكلام. نكتب بقى مثلا بالانجليزي دلوقتي شيء مش مشكله زي الفل. على الكلام اللي احنا محتاجينه كل اللي عليك هتروح على كلمه اف اكس دي، هتضغط عليها. تعالى بقى نشرحها واحده واحده. اول حاجه البيفل. البيفل دي حاجه زي جسم الشكل بتاعك، بتخليه زي 3 دي او بتديله خامات معينه. يعني انت لو ركزت اول لما نشيل التاثير تحسه فلات، اول لما نضيفه هتلاقيه ادالك زي نور وظل. احنا اصلا لو غيرنا اللون، تعالى مثلا نغير اللون من هنا اهوت عشان تبقى انت شايف معايا في نور وظل. النور اللي هو الابيض والظل اللي هو الاسمر. تقدر اصلا تتحكم في الالوان دي من خلال اللونين دول، يعني كده من غير الافكت كده بالافكت. تعالى نرجع نشيل كده من غير افكت كده بالافكت. حلو قوي ورايق كده لحد دلوقتي. تقدر بقى تتحكم في الاعدادات من هنا من خلال اللي انت بقى بتغير شكل الخامه. لو انت عايز تديله شكل معدني شويه تقدر تتحكم في الحجم بتاعه هنا لو ناعم او شر. على سبيل المثال الشكل ده كده ونخليه ناعم شويه، تقدر بقى تتحكم زي ما انت تحب. ده كده تحسه اللي هو شكل معدني شويه. بعد كده نخش على تاني خيار معانا اللي هو الاستروك اللي هو اوتلاين. عايز تزود الحجم بتاعه تيجي من هنا راديوس، هتزود دي هتلاقي الاستروك بيكبر معاك. تصغر هيصغر معاك. عايز تتحكم برضو في اللون بتاعه من كلمه كلر. هنا بتختار درجه اللون اللي انت محتاجها، ومن هنا اذا كان فاتح او غامق. حلو قوي لحد دلوقتي. نخش بقى على 3 دي. هو البيفل بس فيه تحكمات اكتر من كده. يعني برضو اداك نفس الظل والنور، وعايز تتحكم في اتجاهه هتيجي من هنا، هتيجي من الكره دي تقدر تتحكم في مكان النور والظل بتاع الشكل بتاعك اللي هو بيخليه زي 3 دي. نفس الكلام من هنا لو عايز تغير شكل البيفل بتاعك. مثلا على سبيل المثال هنستخدم حاجه زي كده، هنزود الحجم بتاعه. كمان تقدر تغير اللون، مثلا نخليه حاجه زي كده لو انت عايز تحسسه ان حاجه زي الحديد. تقدر برضه لو غيرناه للون الاصفر هتحس انه حاجه زي الذهب، بس احنا خلينا في المعدن قشطه زي الفل. ده مش هتستخدمه كتير لان دلوقتي تقدر تعمل اصلا افكتات كتيره قوي بالاي اي، وممكن نعمل حلقه عن الكلام ده لو انت محتاج. نخش بقى على الانر شادو. انر شادو بيديك زي عمق جوه الكلمه. احنا لو جينا حركنا كده الانر شادو من كلمه اوفست هنا بتتحرك، هنا بتخليه ناعم او شر. يعني احنا لو نعمناه كده ناعم كده شر. نستخدم الكلام ده لو انا عايز اخلي الكلمه كانها محفوره. يعني احنا لو جينا هنا خلينا الكلام ابيض النعومه شويه من هنا وهنعليه شويه. كمان عايز تتحكم في الاتجاه بتاعه من هنا كده، كأن هتحس الكلمه كانها محفوره جوه اللون الابيض ده اللي احنا بنستخدمه في الانر شادو. نخش بقى على اللي بعد كده الانر جلو. هو الانر شادو بس يا دوبك البلند مود هو المختلف. يعني انت لو هنا ركزت هتلاقيه مالتيبلاي، هنا سكرين بيعمل زي بيخلي الكلمه منوره. تعالى مثلا نغير الكلام ده كله. تعال نجرب نخليه مثلا على خلفيه سودة عشان التأثير يبان معانا. هنيجي هنا لون اسمر، طلع الكلام لفوق، نخلي الكلام ده باي لون غامق شويه، احمر غامق كده. نيجي من قائمه الافكس، بعد كده نيجي على كلمه انر جلو، تفعلها من كده وتفعل الراديوس. شايف انت عامل زي جلو. عايز تغير اللون الابيض تقدر تخليه لون احمر فاتح، هيتحس ان فيه زي وهج كده او جلو جوه الكلمه بتاعتك. نخش بقى على ثالث قائمه معانا واللي هنستخدمها على طول في اي حاجه، اللي احنا لو عايزين ندي لون معين للكلمه بتاعتنا او للشكل بتاعنا. هتيجي من كلمه كلر، هتفعل من هنا وتختار من هنا اللون اللي انت محتاجه. كمان عشان تجيب القائمه دي تيجي من هنا تختار هيو، هتلاقيها طلعت معاك زي ما انا مستخدمها بالظبط. عندك كمان القطاره دي اللي تمسكها تقف عليها ضغطه طويله وتروح لاي حته هتختار نفس درجه اللون اللي انت وقفت عليها. يعني انا لو عملت كده هتلاقي اختار اللون الاسمر. من هنا مثلا نخليه ازرق كده، ومن هنا لو عايز اللون شفاف ولا مش شفاف. نخش على اللي بعد كده وهي الجريدينت. ده بيديك زي تدرج لوني باللونين. بتيجي من هنا لو عايز تغير اللونين بتيجي تختار اي لونين انت محتاجهم وبيديهم لك على طول. تقف برضو لو عايز تغير الكره الثانيه تقف على الدايره الثانيه دي، بعد كده تيجي على الكلر وتختار درجه اللون اللي انت محتاجها. هيديك بقى جريدينت زي ده. تقدر برضو لو انت مش عارف تختار جريدينت حلو، في مواقع كتيره قوي هحاول اسيب لك منها في الوصف وتختار منهم الجريدينت اللي يعجبك وتقدر تعمله في البرنامج بكل سهوله. اوتر جلو زي الانر جلو بس بيعملوه لبره الشكل. يعني تعالى نعمله، نزود الراديوس شويه. شايف الجلو اللي هو عمله هو الانر جلو بس ده بيعملوه لبره. طيب ايه بقى الاوتر شادو
ده بالظبط زي اللي في الفوتوشوب الدروب شادو. تعالى بقى نغير الخلفيه نخليها باللون الابيض عشان تشوفوا. تيجي من هنا الاف اكس، تيجي من ايه اوتر شادو، نفعله، نشيل الجريدينت، تزود شويه عشان تحركه من مكانه. تقدر برضو تغير لون الشادو لو انت حابب، بس لون الشادو في الاغلب بيبقى لون غامق. ومن هنا بتتحكم في الشفافيه بتاعته، وهنا في النعومه اذا كنت عايز كده الشادو ناعم او حاد بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده الحاجه بقى اللي مش موجوده في الفوتوشوب الجزم بلور. الجزم بلور هنا تقدر تتحكم فيها. لو مثلا عايز تخلي الكلمه بعيده فتقدر تعمل الجزم بلور من هنا بكل سهوله. يعني احنا لو اخدنا كمان الكلمه هنا تقدر بقى تعدل زي ما انت عايز بعد ما انت تعمل التعديل بتاعك. حاجه حلوه قوي وهتسهل عليك كتير قوي وانت شغال. يعني انت تقدر تعمل الافكتات بتاعتك كلها على كلمه واحده، بعد كده تاخد الكلام ده كوبي وتعدل فيه زي ما انت تحب. كده كان شرح كده خفيف وبسيط للقائمه دي، واكيد واحنا بنشرح قدام بقى التطبيقات عمليه وكده في حاجات بقى متقدمه اكتر هنشرحها مع بعضين. وزي ما انا عارف انت اكيد دلوقتي محتاج تعمل تصميم علشان تنزله عندك في الفيس او عشان تشوف بقى البرنامج ده هيطلع منك ايه. فيلا بينا. الصور دي جمعتها. كنت اول لما بدات برضو تصميم كنت لازم اشتغل على البرجر. مفيش حد بدا بدايته في التصميم الا واشتغل على تصميم برجر. فالبرجر ده تعب مع كل المصممين، فقلت يلا نبدا بيه برضو مفيش اي مشكله. سايب لك كده شويه صور تقدر بقى تشتغل فيهم زي ما انت تحب. سايب لك اكتر من صوره، عايزك تجرب بقى كل الصور دي وتحاول تطلع بتصميمات مختلفه او تصميم زي اللي انا هعمله. عايزك بقى ايه تبدا وتعيش بدماغك. على سبيل المثال تعالى بقى نعمل كده تصميم بسيط. تعالى بقى ناخد مثلا صوره البرجر ده. اول حاجه عايزين نعمله خلفيه. نعمل خلفيه ازاي؟ انا شايف احنا نعمل خلفيه بالمربع علشان نقدر نتحكم فيه. لو عايزين نغير اللون، عايزين مثلا نعمل له جريدينت، يبقى براحتنا. احنا عرفنا دلوقتي نعمل جريدينت منين وكمان نغير اللون منين. او تقدر برضو تغير من ايه البار اللي بيبقى فوق ده، تقدر تغير منه لو انت حابب. على سبيل المثال بقى انا هعمل جريدينت للمربع اللي احنا لسه مختارينه ده، او تقدر تعمل جريدينت منين من الاداه اللي احنا معموله اصلا للجريدينت بالشكل ده. كل اللي عليك هتيجي تشد من اي جزء هتلاقيه عمل جريدينت معاك بكل سهوله وبكل بساطه. انا على سبيل المثال هختار مثلا الدرجه دي في الجزء ده، وكمان نخلي درجه حمراء مثلا زي كده في الجنب ده. حلو قوي ورايق جدا جدا. تقدر برضو بعد ما تختار الالوان تعدل في مكان الالوان زي ما انت تحب، لك الحريه زي ما انت عايز يا صاحبي. حلو قوي كده لحد دلوقتي. نعمل ايه بقى؟ تعالى كده نضيف البرجر بتاعنا. كده ضفنا البرجر، تعالى نصغره شويه، هنخليه حاجه زي كده. عايزين بقى مثلا نفصله عن الخلفيه شويه، فنعمل ايه لاير فاضي ونرسم شكل معين. عندك بقى كميه الاشكال. تعالى نقف هنا اداه الشيب ونختار بقى براحتنا من الاشكال اللي هتطلع قدامك دي. تعالى مثلا نختار الشكل ده ونغير اللون بتاعه. تقدر تغير اللون بتاعه من هنا، تقدر تخليه ابيض لو انت حابب. كمان تقدر تعمل له جريدينت. ازاي؟ تعمل ماسك على الشكل، بعد كده تمسك اداه الجريدينت هتلاقيه خفلك من جزء معين. حلو قوي. تاكد ان انت واقف على اللاير مش الماسك. فعل كده بقى تاني. شايف الشكل بقى احسن بكتير ازاي؟ تقدر كمان تيجي على الشكل نخلي بلون ايه. هقول لك حاجه، نمسك البيك نختار الدرجه دي، ممكن نفتحها شويه او اقول لك خلينا في الابيض كان زي الفل. تقدر تلغي الماسك لو انت حابب. انا شايف كده زي الفل قوي لحد دلوقتي. تعالى بقى نضيف شادو تحت البرجر او نخليه واقف على جنب واحد. تعالى نلفه شويه كده، نعمل بقى اللاير فاضي علشان نرسم فيه الشادو. نرسم بقى الشادو ازاي؟ نجيب مثلا اي برشايه بالشكل ده، وتأكد ان انت مختار درجة لون مش سمرة. تتأكد ان انت مختار درجة لون غامقة من الخلفية. على سبيل المثال انا هختار الدرجة دي واغمقها شوية. اوعى ترسم شادو بلون اسمر لانه هيطلع معاك التصميم بشكل وحش. تيجي على كلمة مور علشان بقى عايزين نبطط شوية البرش شوية. عندك هنا تظبط الاعدادات زي ما انت تحب. لف الروتيشن ده السبيس، وهنا النعومة بتاعت البرش انا عايزها ناعمة بالشكل ده. هصغرها شوية. انا هخليه متبطط من هنا الشيب. تيجي من على الشيب وهتشده كده هتلاقيه خلى الفرشه متبططه معاك كده. تخلي الروتيشن بتاعك عشان ترجعه زي ما كان، ترجع الروتيشن 25 بالشكل ده. تقدر برضو تكبر البرش وانت شغال. وبص بحاجه بسيطه جدا كده ترسم الشادو وتحاول تغمقه من الحته القريبه من البرجر. كده انت حاسس ان البرجر فعلا بيطير. تقدر برضو تقلل الشفافيه لو انت حابب، خليها مثلا 80. حلو قوي لحد هنا تمام. نقدر نعمل ايه كمان؟ نقدر مثلا نكتب برجر او اي حاجه. بس قبل ما نكتب تعالى مثلا ناخد البرجر ده كمان مره كوبي من خلال ان احنا نضغط كنترول جي او تضغط الت وتشد، نكبره شويه. عايزين بقى نعمل عليه شويه بلور. هنيجي من قائمه الفلاتر وتضغط جيزيان بلور وهتعلي بقى كده. حلو قوي لحد دلوقتي. تاخده كمان مره مثلا كوبي هنا، هنخلي ده هنا وهنخلي ده مع الشادو تحت شويه. حلو قوي 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 لحد دلوقتي. تقدر تعمل ايه كمان؟ تقدر بقى تضيف هنا رقم تليفون او حاجه. نيجي نرسم شكل مربع او نجيب الشكل ده بيبقى الحواف بتاعته ناعمه. وكمان لو عايز تنعمها تيجي من النقطه دي
وهتصغرها كده. تقدر نعمل ايه، نخلي حته منه ستروك، هناخده كمان مره كوبي، هنيجي من اللون نلغيه وهنخلي اللون بالشكل اللي انت شايفه ده. وتقدر نخليه من مساحه الستروك 1، لا نخليها نص مثلا، زي الفل قوي لحد دلوقتي. تقدر برضو تصغرهم حاجه زي كده. هنا بقى تكتب بقى مثلا بيانات اي حاجه زي ما انت تحب. ناخده مره هنا كوبي، مره هنا. تقدر برضو تغير لونه، نخليه باللون ده مثلا، حلو قوي مفيش مشكله. والشكل برضو نفس الكلام، ناخده نفس الدرجه دي. تكتب هنا عنوان، تكتب هنا رقم تليفون زي ما انت تحب. تعالى مثلا نكتب برجر، عشان بقى نكتب نمسك بقى اداه التكست، كبر كده وتكتب بقى اللي انت محتاجه. تعال بقى نختار فونت بقى يبقى بولد شويه كده. تعال نشوفه ده زي الفل. عايزين نخلي الكلام كله يبقى كابيتال، حلو قوي قوي قوي. صغر الكلام، نقدر بقى نرجعه نخليه ورا التكست حاجه زي كده. تقدر تعمل ايه كمان، تعالى اديك بقى فكره حلوه. ناخد الكلام كوبي كام مره ونيجي نخليه ستروك. ازاي نخلي الكلام ستروك؟ ركز معايا. هتيجي على قائمه الاف اكس، بعد كده هتيجي على كلمه اوتلاين، تختار ستروك، تتاكد انه نفس لون الكلمه اللي انت عاملها بالشكل ده. بعد كده هتيجي على كلمه فيل وهتخليها 0، هيمسح اللون وهيتفضل معاك بس الاستروك او اي تأثير انت مختاره من هنا. طب ليه الاستروك مش ظاهر؟ عشان هو صفر. كبر الاستروك زي ما انت عايز كده، الاستروك بدأ يظهر معانا زي الفل. تقدر تعمل ايه بقى، ناخده كمان مره كوبي، كمان مره كوبي، حلو قوي 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 لحد دلوقتي. والله تصميم رايق زي الفل. تقدر برضو تاخد مثلا ايه كلمه برجر دي كمان مره كوبي، صغرها شويه كده، هنحطها هنا. نقدر برضو نغير لونها. تقدر تعمل اللي انت محتاجه كله بالشكل ده. هيطلع بقى معاك تصميم بسيط رايق سهل، ما خدش مننا حرفيا ثواني، وقدرنا نعمله من خلال افينيتي. تقدر تعمل ايه كمان سهل وبسيط. هنحط كل ده في جروب، او اقول لك حاجه، خلي السندوتشات كلها في جروب الاول بالشكل ده، بعد كده الاشكال في جروب برضو، عشان لو انت حبيت ترجع لها في اي وقت تبقى الدنيا سهله وبسيطه. تقدر بقى تعمل ايه، عارف انت الجريد اللي بيكون في الانستجرام اللي بيكون 3 تصميمات جنب بعض، ازاي نعملهم في افينيتي برضو لو انت عايز تعمل 3 تصميمات بنفس الروح او بنفس الشكل. عارف ال3 نقط دول، كل اللي عليك هتيجي عليهم هيطلع لك بقى كل الادوات اللي هي مش موجوده هنا. هنيجي على كلمه ارتبورت وهنشدها هنا، هيجي معاك الاداه دي. الاداه دي بتعمل ايه، بيفتح لك مساحه عمل جديده بنفس المقاس ده. كل اللي عليك هتقف عليها، هيفعل لك كده 4 مربعات. لو عايز تزود لفوق او لتحت، انا عايز ازود في الجنب، فاعمل ايه، هضغط على الزائد ده مره واضغط عليه كمان مره كده، اداني 3 ارتبورت. تقدر تشتغل فيهم زي ما انت عايز. اول حاجه اعملها ايه، هاخد نفس الخلفيه الت واروح على كده الارتبورت، هتلاقيها جت معانا في الارتبورت التاني. هنكبرها حلو قوي. هاخد البرجر كمان مره كوبي الت، هكبره بقى حاجه زي كده مثلا. هاخد برضو كمان الشكل ده الت وهخليه ورا البرجر في الارتبورت التانية، وهكبره شوية وانت ضاغط على شيفت حاجة زي كده. وتاخد بقى التكست كمان مرة هنا مثلا، هنخليه مثلا في جنب لوحده كده، او اقول لك حاجة هنخليه في النص مثلا، ونزل لي الشكل ده شوية بالشكل ده. تقدر بقى تعمل ايه في التلالت. تعالى برضو ناخد الكلام ده كمان مرة كوبي، هناخد البرجر كمان مرة كوبي، بس هنخليه هنا مثلا بقى على سبيل المثال ما يبقاش كله نفس المية، عشان يبقى ايه كلهم نفس الروح. هعمل مثلا شكل جديد مربع مثلا ابيض او حاجة، هنخليه هنا مثلا، هنرجعه ورا هنخليه ابيض كده، حلو قوي قوي قوي. اضغط في عشان نمسك اداة الموف تول، هنخليه ايوه بالشكل ده. تقدر بقى انت تزود هنا بقى العنوان وكل حاجه انت محتاجها. كده معانا الارتبورت الاولى، لو فتحناها من هنا هتلاقي كل العناصر اللي احنا استخدمناها فيها، ومعانا برضو الارتبورت الثانيه كل العناصر اللي احنا استخدمناها والارتبورت. تقدر بقى انت تضيف حاجات تانية زي دي مثلا لانس فريل. تعالى مثلا ايه على التصميم الاول نضيفه مثلا فوق البرجر ده، هيديك برضو حاجه رايقه قوي على التصميم بتاعك. هتيجي عشان نشيل اللون الاسمر، هتيجي على بلند مود ده، وبعد كده تروح على سكرين نفس اللي في الفوتوشوب رايق بالظبط. تقدر بقى مثلا نصغره شويه لانه مساحته كبيره قوي، حاجه زي كده. عارف انت اللسعه دي حلوه قوي حلوه قوي 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 بجد. تقدر برضو تضيف ايه، نقدر نضيف جوه المربع ده شويه اشكال صغيره اسمها باتر، اللي هي عباره عن السندوتشات دي. شد كده الصوره حطها هنا، تقدر تحطها جوه المربع. هنكبر شويه، او هقول لك هنصغر شويه، هنخليها هنا. احنا بقى هنكبر البرجر ده شويه عشان يبقى مغطي الجنب ده كله. تقدر برضو تكتب اللي انت محتاجه هنا. تعالى نمسك كلمة برجر دي، او خلينا في كلمة برجر دي، خدها الت هنا، صغر شوية. تقدر تاخدها كمان مرة، تكتب بقى اللي انت محتاجه وتنسق الدنيا زي ما انت تحب. هو ده بعرفك بس ازاي تعمل تصميم بشكل حلو. ناخد الكلام ده مثلا كمان مرة كوبي اللي هو الشيب، هاخده الت واحطه هنا على سبيل المثال
هلفه كده اصغره شويه وهنخليه هنا مثلا، وتقدر تكتب سعر مثلا، تكتب سعر البرجر هنا، وكمان تقدر تغير اللون. كده عملت كده جريد بشكل احترافي قوي، تقدر تنزله على الانستجرام عندك. تقدر برضو تاخد اللينس فرير دي على باقي التصميمات، خليه حاجه زي كده مثلا او كده. حلو قوي كده. معاك 3 تصميمات. عرفنا ازاي نعمل الارت بورد ونفعل الاداة بتاعتها، شرحنا قائمة الاف اكس، عملنا 3 تصميمات بشكل بسيط وسهل. انا بس بسهل لك الدنيا في البداية عشان ما تحسش ان الموضوع صعب خالص خالص. الموضوع والله سهل، بس محتاج منك اللي انت تمرن ايدك، محتاج منك بقى ايه، تحاول تعمل ال3 تصميمات دي. او عندك شوية حاجات تانية تقدر برضو تستخدمها في التصميم. تقدر تستخدم حاجة زي دي، احنا لو شديناها هنا كده تقدر تكتب مثلا اسم البرجر هنا. تعال نرجعها مثلا ورا البرجر كده، دخلت في البرجر ذات نفسها كده. مثلا تصغر التكست شويه، تحط بقى الكتابه هنا، تلفها شويه زي ما انت تحب. وبرده مدياك شكل حلو قوي، تقدر برده تخليها ورا البرجر بالشكل ده. والله شكلها حلو تصدق. والله حلو. تقدر بقى انت تظبط زي ما انت تحب بقى. انت معاك كده، عرفتك الطريقه. باذن الله من الحلقات اللي جايه فاضل بس نشرح قائمه الفلاتر اللي هي هنا دي كلها. هي والله موضوع حاجات بسيطه قوي يعني. عندك جزم بلور بيعمل برده بلور على الحاجه، عندك بلور بوكس هيها بس بتعمل على شكل بوكس. موشن بلور بتخلي الحاجه كانها طايره. ديبس اوف فيلد لو انت مثلا بتعمل شادو عايزه شارب من حته وناعم من حته. فكل الحاجات دي عايزك بس تفتح وتجربها، مش هتخسر اي حاجه يعني. تقدر مثلا تيجي هنا على الخلفيه، عايزين نضيف مثلا الخلفيه تحسها ساده، عايزين نضيفه زي شويه نويز كده او شويه تكتشر خليها فيها روح شويه. نعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي من قائمه فلتر، هتيجي تضغط على اد نويز، فعل السلايدر ده شويه. شايف انت الحبوب الصغيره دي بتدي شويه روح للتصميم بتاعك. شايف كده من غيره وكده بيه بس. يعني هي فعلا قائمه الفلاتر سهله قوي. نقدر برضو نضيف في خلفيه هنا برضو شويه هيد نويز، هيديك بقى كده طابع حلو. تقدر بقى تطبق كل الكلام ده وتبعت لي سواء في جروب التليجرام. محتاج بقى اسمع رايك في الكورس بقى. وبكده هكون شرحت لك معظم الادوات اللي انت تقدر تستخدمها وتطلع منها تصميم في برنامج افينيتي. برنامج سهل، وباذن الله البرنامج ده انا متوقع منه انه يفضل مجاني، وكمان هيتطور اكتر من كده بكتير. كل بقى اللي انا طالبه منك تعمل التصميمات دي، يا ريت بقى منتجات مختلفه عشان بس ما يبقاش كلكم شبه بعض، وتحاول تغير منها شويه. يعني تقدر تستخدم بقى اللفافه دي، تقدر تستخدم منتج تاني، تقدر تعمل بقى 6 ارت بورد. يعني مثلا لو جينا مسكنا الارت بورد كده تقدر تعمل 6، تعمل كمان 6. تقدر تكتر زي ما انت تحب بالشكل ده. عارف انت الجريد بقى بتاع الانستجرام تكتر فيه زي ما انت تحب. عرفتك كده الطريقه اللي انت تستخدمها. عايز بقى اشوف ابداعات جامده قوي 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 منكم. ولو عندك اي استفسار تقدر تكتب لي تحت في الكومنت وانا هرد عليك في الحلقه الجايه باذن الله. وبس كده، سلام.